feels like a shark. And that's a lie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعب في اليابان والصين وخوف من احتمال تعرض البلاد لموجات مد عاتية تسونامي بعد أن ظهرت أسماك غامضة من أعماق البحار على شواطئ اليابان. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب، وإذا أردتم أن يصلكم كل جديد فاشتركوا في القناة. في الأيام العشرة الماضية ظهرت ثلاثة أسماك من فصيلة السمك المجدافي المعروف باسم ملك الرنجة أو سمك الزلزال على شاطئ تويوما، على الرغم من أنها تعيش على عمق 3000 قدم أو نحو 1000 متر، ونادرا ما تظهر قرب السطح بحسب ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج الصينية، في واقعة سببت هلع الكثيرين. اليابانيون ينتظرون كارثة محققة مستندين إلى تجارب مفزعة سبب أن مروا بها وشعوب أخرى خلال السنوات الماضية، فيما يوضح العلم أن للأمر أساس محدد. انتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعرض البلاد لموجات مد عاتية تسونامي بعد أن ظهرت أسماك غامضة من أعماق البحار على شواطئ اليابان. ووفقا للأساطير المحلية فإن السمك المجدافي الذي يعرف بأنه رسول من القصر الإلهي البحري عند اليابانيين سيظهر ويلقي بنفسه على الشاطئ قبل الزلزال، أي هناك إشارة إلى حدوث زلزال. ويشار إلى أنه قبل أيام من زلزال توهوكو عام 2011 ظهرت 20 سمكة مجدافي على الشواطئ الشمالية الشرقية لليابان كما ذكر موقع لايف ساينس. وكان الزلزال الذي أعقب ظهور الأسماك من أكثر الزلازل المدمرة في التاريخ الحديث، إذ أدى إلى مقتل نحو 19,000 نسمة ودمر محطة الطاقة النووية فوكوشيما. وفي تشيلي ظهرت مجموعة أيضا من أسماك المجدافي على الشواطئ قبيل كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2010 وبلغت شدته 8.8 درجة على مقياس ريختر، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. السمكة المرعبة ظهرت واليابانيون خائفون ينتظرون كارثة محققة حسب قولهم. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.